كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا من العلم ما ترضى به عنا ولا تواخذنا بما تعلمه منا. اللهم يا عليم حققنا بحقائق العلم، ويا حليم خلقنا بخلق الحلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إننا في مسجد لبيد العتيق. هذا المسجد الذي هو في بلدية السعيد دائرة تميمون ولاية تميمون. هذا المسجد ما يكون فيه قراءة للقرآن ثم محافظة كلام الله عز وجل. والقرآن كما قال سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. والذي أعزه الله بالقرآن لا عز بعده، لا عز بعد القرآن الكريم. من خصه الله بقراءة القرآن الكريم فقد أعزه الله عز وجل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أوتي القرآن ورأى أن أحدا خيرا منه فقد حقر ما عظم الله عز وجل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا طالب العلم لا يقول الصيف سخانة، فهذا القرآن يتطلب الصبر. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وتلقين أستاذي وطول زمان. والقرآن إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإذا أعطيته بعضك أعرض عنك. إذا كان يؤذيك حر الرصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن جمال الربيع فأخذك للعلم كلمته. فالقرآن الكريم يتطلب منا الصبر. ولا ننظر إلى صاحب المال، فالله سبحانه وتعالى أعطاك، إذا حفظت كلام الله عز وجل فإنه أعطاك أعز ما عنده سبحانه وتعالى، هو كلامه سبحانه وتعالى. ولا يعجزه أن يعطيك المال، لا يعجز الله سبحانه ما دام أعطاك أعظم شيء وهو كلام الله عز وجل، فلا يعجزه أن يعطيك المال، فأن يعطيك المال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا كلام الله عز وجل، وأن نعمل به بالقرآن الكريم وبآيات الله عز وجل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تبارك مودع البركات فيه، فليس لفضله أبدا قصور، فمن بركاته عقل سليم ورأي صائب، فكر منير.